ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده زي ما احنا متعودين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى هنعمل صينيه انجليش كيك كده. حاجه كده تحفه، هاش جدا طري، مش قادره اقول لكم طري قد ايه. واللون بتاعه فاتح جدا. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي. حضرناه بطريقه سهله جدا. اول حاجه كده جبت الخلاط بتاعي، حطيت فيه 3 بيضات كبار، عليهم ظرف من الفانيليا، وكوبايه ونص من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، ومكعب زبدة. هضرب بقى الخليط ده كويس جدا في الخلاط كده لحد ما اللون يفتح معايا. او مكعب الزبدة. هضربهم بقى كويس جدا وبعد كده اضيف كوباية من الحليب. اهو كده ضربت الخليط كويس جدا زي ما انتم شايفين كده اللون يفتح معايا. هنزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق. هندخل بقى الدقيق كويس جدا كده، وهضيف ظرف من الكيك شيف، ورشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. بصوا، 3 حاجات اساسيين يخلوا معاكي الكيك فاتح، اللي هي معلقة من الخل والسكر لما بيكون فاتح، والزيت. لازما برضك الزيت يبقى فاتح. هقلب بقى الخليط كويس جدا. انا عايزة القوام معايا ولا خفيف ولا تقيل، انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا مسخنة الفرن قبلها على درجة حرارة 180. هنا كنت نسيت اضيف معلقة الخل في الاول فضفتها دلوقتي. جبت القالب بتاعي بقى، اديته مسحة من الزبدة ورشة من الدقيق كده، عشان الكيك لما تيجي تقلبيه ما يلزقش منك في الصينية، يخرج معاكي بسهولة. فمهم جدا ان انت تدهنيه بالزبدة ورشة من الدقيق. شايفين القوام بتاع الكيك؟ هو ده المظبوط جدا. انا مسخنه الفرن قبلها زي ما قلت لكم على درجه حراره 180. هنا جبت بقى الشوكليت شيبس دي، وابتديت اضيفها كده على الوش، وهدخلها الفرن. بالظبط قعدت معايا في الفرن حوالي كده من نص ساعه لساعه الا ربع. شايفين كده بعد ما بردت قلبتها، اتقلبت معايا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده. بجد مش قادره اقول لكم الكيك قد ايه طري، طري جدا. وبجد ريحته قلبت البيت، حاجه كده تحفه. والشوكليت شيبس كده زي ما انتوا شايفينها من جوه، عامله شكل جمالي فظيع. شايفين؟ بجد حاجه كده تبارك الرحمن. كيك مفهوش ولا غلطه. بجد الكيك طري جدا وهاشش زي ما انتوا شايفين كده، واللون بتاعه فاتح جدا. بيتقطع معايا بكل سهوله، بس ما تقطعهوش الا لما يبرد خالص. لو قطعتيه وهو سخن هيفرول منك، فحاولي بقى تسيبيه يبرد خالص وبعد كده تقطعيه. اتمنى بقى تجربوه بنفس الطريقه. يا ريت بقى ما تنسوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. في حفظ الرحمن.